السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم لاباس عليكم ان شاء الله يا ربي. نتوما والعائله ديالكم تكونوا كلكم لاباس عليكم، ويلقاكم الفيديو ديالي تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم اكله الفول مشرملين في الطاجين. صراحه كيجيو روعه وكنتمنى يعجبكم. يعني غادي نشارك معكم اباون مشرملين كيجيو روعه. عندي اباون نقيتهم وغسلتهم، وعندي فيهم كاينين بعض من الحبات في الموف، ولكن معليش ماشي مشكل. المهم عندي منقيين وغسلتهم، وغادي نعمل واحد الحبه ديال البصل. هذه ما غاديش نديرها دابا، من بعد حتى نكون غادي نعمل الشرموله. وعندي واحد الحبه ديال مطيشه، ما بقاتش مسميه مطيشه، ولات لاله طوماط وهذا ما كان اخوتي. المهم اكله كتجي مزيونه، اكله بسيطه ولكن كتجي مزيونه. كنتمنى تعجبكم هذه الاكله اللي شاركت معكم اليوم. وهذا ما كان اخوتي. اول حاجه غادي نسلق اباون في الماء. المهم يعني طيبوا نص طيبه، ومن بعد نحيهم من فوق النار. هذه اول حاجه يعني كنعملها. جبت القميله اللي غنسلق فيها اباون اولا الفول، يعني كل واحد وكيفاش كيقول لهم. بالنسبه للاباون يعني نتوما شحال ما بغيتو تعملوا. انا كنت عملت هنا 2 كيلو، ولكن يعني ملي كيتقشروا ما كيبقاش فيهم بزاف، يعني كيرجعوا غير شتيتو صافي. المهم علينا غنعمل الماء الكافي يتسلق فيهم اباون. وهذا ما كان اخوتي. كنتمنى تعجبكم هذه الاكله اللي شاركت معكم. اكله بسيطه لكن كتجي مزيونه، والمذاق ديالها كيجي هائل. كنتمنى تعجبكم. وهذا ما كان. كما شفتوا معايا عملت الماء الكافي اللي غادي يتسلق فيه اباون ولا الفول. وهذا ما كان. غادي نرجع القميله فوق النار. الا بغيتو تضيفوا ليمون، يعني هو القارص لهذا ايفاون باش ما يكحلوش، ولكن انا ما كانش عندي متوفر ما عملتوش. المهم الا كان عندكم ديروه. وهذا ما كان اخوتي. كما شفتوا معايا اخوتي رجعت القميله فوق النار، وغادي نخلي ايفاون حتى يطيبوا، يعني تقريبا نص طيبه، ومن بعد نحيهم من فوق النار. وهذا ما كان اخوتي. من بعد ما رجعت اخوتي ايفاون اولا الفول يتسلقوا فوق النار. المهم غادي نخليهم يتسلقوا نص طيبه، ومن بعد نحيهم من فوق النار. المهم هادو المكونات اللي غادي نصوب بهم الشرموله اللي غادي نشرمل بها ايفاون. عندي واحد الحبه ديال المطيشه، يعني راه مبقاش مطيشه ولات لاله طوماط، وواحد الحبه ديال البصل، وجوج ضريسات ديال الثومه. عندي الكمون، وعندي الملح، والملح دائما كتبقى على حسب الذوق. وعندي التحميره، وعندي الفلفل الاسود. بالنسبه للفلفل الاسود يعني تقدروا تعوضوه بالشطه. وهذا ما كان اخوتي. وعندي هنا المعدنوس والقزبر، يعني عندي ربيع وصافي. من بعد غادي نزيد زيت نباتيه وشتيتو ديال زيت الزيتون. يعني تقدروا تعملوا غير زيت نباتيه، ولا يعني ديروا الشرموله بزيت الزيتون فقط. وهذا ما كان اخوتي. كما كتشوفوا معايا اخوتي جبت الطاجين، حكيت فيه هذيك الحبه ديال البصل وهذيك الحبه ديال المطيشه وجوج ضريسه ديال الثومه، حكيتهم في الحكاكه بهذه الطريقه. والان غادي نضيف ليهم المعدنوس والقزبر. ومن بعد غادي نضيف التوابل. ومن
ومن بعد غادي نضيف زيت نباتيه وزيت الزيتون. كما كتشوفوا معايا ايباون قرابين يتسلقوا. وهذا ما كان اخوتي، صراحه كيجيو مزيونين بهذه الطريقه هذه، المذاق ديالهم كيجي روعه، وكنتمنى تعجبكم هذه الطريقه هذه وتجربوها ان شاء الله. الا جربتوها اكيد غادي تعجبكم. وهذا ما كان اخوتي، كما كتشوفوا معايا اخوتي من بعد ما تسلق الفول او ايباون، نعملهم في الطبسيل راهم باقيين سخونين. المهم انا عملتهم يقطروا في هاد الشبكه كبيره، معليش ماشي مشكل. يا لهوي فين ماشيين، يا لهوي يا لهوي يا لهويتي. ايباون يعني طايبين. المهم فاش كتجيبوا السكين تعملوا لها هيدا، يعني كتدخلوها فيهم، شفتوا كتدخل يعني طايبين. المهم غادي نعملوا لهم الشرموله صافي. وهذا ما كان اخوتي، كما كتشوفوا معايا اخوتي، من بعد ما رجعت الطاجين فوق النار غادي نخلي هاد الشرموله يعني تتقلى مزيان اولا تشحر مزيان. ومن بعد عاد غادي نضيف ليها الفول او ايباون. وهذا ما كان اخوتي، شفتوا معايا اخوتي من بعد ما تقلت هذيك الشرموله مزيان، دابا غادي نضيف ليها الفول. وهذا ما كان كما شفتوا معايا اخوتي، ضفت ايباون مع هذيك الشرموله، وغادي نحرك الشرموله مع ايباون. ومن بعد غادي نضيف لهذا ايباون كأس ونصف من الماء الساخن، يعني الماء يكون سخون ما يكونش بارد. وهذا ما كان كما شفتوا اخوتي، حركت هذيك الشرموله مع ايباون. وكما كتشوفوا عندي الماء كيسخن باش غادي نعمل كأس ونصف من الماء باش يعني الفول يكملوا الطياب ديالهم. والصراحه الطاجين كيجي روعه روعه روعه، المذاق كيجي يا سلام والله ما شهيتكم فيه. يعني عشاق ايباون، يعني عشاق اللي كيعجبهم الفول، يعني هما اللي يعجبهم هذا الطاجين اكيد، واللي ما كيعجبهمش الفول اكيد ما يعجبكمش هذا الطاجين. وهذا ما كان اخوتي، كما شفتوا اخوتي عملت كأس ونصف من الماء الساخن للطاجين، ويعني الكاس اللي عبرت به الكاس ديال العنبه. وغادي نخلي الطاجين يطيب على خاطرو، يعني من الاحسن تكون نار متوسطه ولا تكون يعني تقريبا مهيله باش الطاجين كيطيب على خاطرو وكيتشحر كيجي مزيون بزاف، والمذاق ديالو كيجي هايل. كما كتشوفوا معايا اخوتي، هذه هي الاكله اللي شاركت معكم ديال ايباون مشرملين ولا الفول مشرملين في الطاجين. اكله كتجي رائعه والمذاق كيجي يا سلام. كنتمنى تعجبكم هذه الاكله اللي شاركت معكم اليوم ولا الطاجين ديال ايباون. كنتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا اخوتي باللايكات والمشاهده والتعليق تكون مزيونه بحالكم باش كتزيدوا تشجعوني نصور في هذه القناه ودائما نبقى نشارك معكم الجديد. وشكرا لكم بزاف بزاف اخواني واخواتي، واحبكم في الله. والى هنا كيكون انتهى الفيديو ديالنا، مع السلامه حتى فيديو اخر ان شاء الله يا رب.